يلا بينا نعمل احلى فطير شرقي زي بتاع المحلات بالظبط. اول حاجه عندي كيلو من الدقيق، يعني 6 كوبايات من كوبايه الشاي العاديه. ضفت عليها معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الملح. هقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض، وبعدين اضيف عليه ميه دافيه شويه بشويه لحد ما العجينه تلم معايا. وبعد ما اخلص العجينه هغطيها واسيبها ترتاح شويه على جنب. دلوقتي هحضر الحشوه بتاعه الفطير. عندي هنا سجق حطيته في شويه زيت، وبعدين هقلبهم. اول ما السجق يغير لونه هنزل عليه بالخضار. دلوقتي بقى بعد ما شوحنا السجق شويه نزلت عليه ببصل وفلفل حامي وفلفل بارد وتوم. هضيف عليه ملح وفلفل و7 بهارات او بهارات لحمه. نرجع بقى للعجينه بتاعتنا. انا هنا محضره سمنه على زيت. بعد ما العجينه بتاعتي ارتاحت هقسمها على 6 كور. هستخدم كل كورتين مع بعض اعمل بيهم فطيره، يعني 6 كور هيعملوا لنا 3 فطاير. بعد ما شكلت ال6 كور هجيب بقى كوره واخد شويه من السمنه والزيت اللي انا كنت محضراهم وابدا افرد بيها العجينه، وهشكلها بشكل معين عشان تعمل معايا طبقات. هعمل ال6 كور بنفس الشكل اللي انا هوريه لكم دلوقتي كده. هشكلها الاول على شكل مستطيل شويه، وبعد كده هجيب قطاعه وابدا اقطعها وبعدين اطبقها، وهجيب شويه زيت وسمنه حلوين ادهن بيهم عشان يعملوا معايا طبقات. دي طريقه من الطرق اللي ممكن تعملوا بيها الفطير الشرقي، ناجحه جدا ومضمونه 100%. كمان في طريقه تانية ان انتوا تفردوا العجينه زي ما انتوا شايفينها، وبعدين تحطوا الحشوه في النص وتبداوا ان انتوا تقفلوا عليها، وبعد كده تجيبوا الكوره التانية وتفردوها برده بنفس الشكل ده وتحطوا جواها الفطير اللي انتوا كنتوا مقفلينها بس بالعكس، وبعدين تقفلوها تاني. انا عملت الشكلين والاتنين بيطلعوا ناجحين جدا. دلوقتي بقى هدهن شويه سمنه على زيت وبعدين ابدا اقطعها.
انا كده خلصت اول كوره، هحطها في الصينيه اللي انا هفردها فيها، وهعمل واحده تانية بنفس الشكل وبنفس الطريقه بالظبط. هجيب بقى الكوره اللي احنا كنا مشكلينها وحاطينها في الصينيه، وهبدا ان انا افردها في الصينيه، وبعدين احط عليها الحشو. وباقي الكور هعملها بنفس الطريقه كده، هعمل 3 احطهم في الصينيه يرتاحوا، و3 تانيين اعملهم بره الصينيه. ال3 كور التانيين هم دول اللي انا هغطي بيهم الصينيه بتاعتنا. هبدا ان انا احشي الفطيره بتاعتي. اول حاجه حطيت شويه من السجق، وبعد كده هحط عليها شويه خضار وجبن. حطيت طماطم وحطيت فلفل الوان وحطيت فلفل حامي، وكمان حطيت زيتون وميكس جبن، جبنه موتزاريلا وجبنه تركي. وتقدروا طبعا تحشوها اي حشوات انتوا عايزينها، ممكن تحشوها خضار بس، ممكن تحشوها ميكس جبن بس، وممكن تحشوها بسطرمه، تحشوها فراخ، ممكن تعملوا بيها فطيره حلوه تحشوها شويه مكسرات وسكر. هجيب بقى الكرة التانية اللي انا عملتها بنفس الطريقة، هبدأ ان انا افردها بس تكون دايرة على قد الصينية بالظبط، هي دي اللي انا هغطي بيها الفطيرة بتاعتي. نفس الطريقة دي هشكل بيها باقي العجين. هجيب الكورة واطبقها بالطريقة اللي انا قلتها لكم، وهفردها في الصينية واحط عليها الحشوة، واجيب كورة تانية عاملاها بنفس الطريقة واغطي بيها الصينية. كده الكيلو بتاعنا عمل لنا 3 فطاير حجمهم حلو جدا ومناسب لفرد. كمان عملت لها وش بيتزا، ودي اختياريه، تقدروا ان انتوا تعملوها من غير وش بيتزا. حطيت على الوش جبنه موتزاريلا وخضار، طماطم وفلفل الوان وزيتون، وبعدين هدخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 الرف الاخير. اول ما تاخد لون من تحت وتستوي هطفي، وبعدين هحطها تحت الشوايه. ولو عاملينها من غير وش بيتزا تقدروا ان انتوا تسووها من تحت، وبعدين تقلبوها وتكملوا تسويتها من تحت. انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم. استنوني في وصفات تانية جديده، مع السلامه.